الذهب يثبت وما يرجعش يطلع كده تاني. خلينا الاول نمسك مين؟ نمسك الناس اللي اشترت، عشان دي اكتر ناس زعلانة دلوقتي. الناس اللي هي اشترت والذهب كان ب5700 600 800، او حتى لما وصل 5900. خلينا نقول ان اي حد هيقول لكم ان الذهب رايح على فين، مالكمش دعوه بحد يقول لكم الذهب رايح على فين، لان مفيش حد يعرف الذهب رايح على فين. لان الذهب ده اللي بيحدده السوق العالمي، وكمان الحياة الاقتصادية للعالم كله، او كمان لو مفيش حروب، مفيش ازمات، مفيش حاجات عالمية حصلت. اول ما يحصل حدث، يعني بعد الشر، يحصل حروب، يحصل مشاكل في العالم، يحصل مثلا ازمة اقتصادية، تلاقوا الذهب ده سهم طالع لفوق ومحدش يعرف هو يطلع لحد كام. تمام. لكن طول ما الذهب طول ما الحياة مستقرة، الذهب مستقر في العالم كله، لان دي اسعار عالمية. طيب هو الذهب دلوقتي وصل لحد 5900 و5800، وفي ناس اشتريته بالسعر ده. هل الناس دي تزعل؟ لا، ما تزعلش، لان عادة في الذهب لما انتوا بتيجوا تشتروا ذهب، الذهب ادام وصل لقمة معينة ورجع نزل، اعرفوا ان هو هيوصل للقمة دي تاني، فالسعر اللي انتوا اشتريتوا بيه هو هيوصل له. تمام، عاجلا او اجلا هيوصل له. طب هيوصل له امتى؟ ما الذهب في حياته كلها، في العمر كله، يعني افتكروا كده تاريخ الذهب. يعني ممكن انا سني صغير، بس الناس اللي بتتابعني برضو اكبر مني وعارفين. بس افتكروا كده تاريخ الذهب، مفيش مرة الذهب وصل فيها في حاجة. لو تفتكروا كده من سنة ونص الذهب كان عامل 3 وبعد كده وصل لحد كسر الأربعة وبقى 4200، ونزل تاني ل3600. فالناس اللي اشترت ب4 بقت عمالة تعيط، ازاي احنا هنعمل ايه؟ طب ما فاتش شهرين وراح طالع لحد كام؟ 4500. ودينا دلوقتي احنا بنتكلم في ال5000. فتمام، فالناس اللي هي زعلت ساعتها دلوقتي طايره من الفرح، اللي هي كانت شاريه بقى ب4000 و3900، وقالوا لا ده هيرجع تاني 3200 و3300. ولا رجع ولا ما رجعش، وهو في خلال سنتين احنا بنتكلم في ال5000. فالناس اللي هي اشترت، عادة خليكوا عارفين ان انتوا لما تشتروا حاجة، وبالذات الذهب، يكون ان انتوا قدامكم 6 شهور. اقل من 6 شهور، سنة في الذهب، لا طبعا ما تشتروش ذهب وانتوا مش هتقعدوا المدة دي. يعني ما تجوش تشتروا ذهب وتقولوا انا هبيعه الشهر الجاي، هبيعه الشهر الجاي، دي حظوظ. يعني شبه الناس مثلا اشترت والذهب كان 4800، وسبحان الله راح ضارب 5900، وده في خلال طبعا كان شهر. طب ماشي، يلا بيع، يلا، ده كسب في شهر. تمام، دي حظ بقى وجت صدفة. لكن